ميسي ام رونالدو، رونالدو ام ميسي. عظمة هذا الثنائي في تسجيل الركلات الحرة، وبرغم ابتعادهم عن انديتهم واوروبا بالكامل الا ان الصراع الارقام بينهم ما زال مستمر. وبعد رحيل ميسي الى انتر ميامي الامريكي ظن البعض ان الليو لن يفعل اي شيء بعد مسيرة عظيمة مع الاندية الاوروبية، وكذلك كريستيانو رونالدو بعد رحيله الى النصر السعودي، ولكن فاجئوا الجميع واصبحوا حديث العالم. وبرغم تفوق ميسي على رونالدو في عدد الاهداف المتسجلة مع الاندية في الدوريات الكبرى، ولكن من هو ملك الركلات الحرة؟ كريستيانو رونالدو ام ليونيل ميسي؟ لو هنتكلم عن البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي فهو الملك بتقدمه على كريستيانو رونالدو ب5 اهداف، بتسجيله 65 ركلة حرة، متقدم على رونالدو اللي مسجل 60 ركلة. ولكن تسجيل الركلات الحرة له مميزات كتير. اولا مش اي لاعب يسجل ركلات حرة، وشفنا اندية عمرها ما سجلت ركلة حرة في تاريخها زي انتر ميامي مثلا اللي قبل تعاقدهم مع الليو ما كانش فيه لاعب في الفريق مسجل ركلة حرة، ولكن بعد تعاقدهم مع الليو اختلفت الامور وقدر ميسي يسجل هدفين من ركلة حرة. ثانيا انك تشوف لاعب زي ليونيل ميسي بيسجل ركلة حرة دي لوحدها متعة كبيرة. ثالثا ورابعا الحل والفرصة. شفنا في مباريات كتير المباراة بتبقى مقفولة ما بين الفرقتين، زي مثلا مباراة منتخب الارجنتين ومنتخب التشيك في كوبا امريكا 2021، واللي كان منتخب الارجنتين خسران 1-0 والمنتخب التشيلي مقفل المباراة تماما، وتأتي في الدقيقة 33 ركلة حرة لمنتخب الارجنتين وتأتي الفرصة والحل ويسجل الليو هدف التعادل، وبالهدف ده تقدم ميسي على كريستيانو رونالدو. ولكن الليو لن يكتفي بتفوقه على الدون، بل حطم رقم اسطورة منتخب الارجنتين دييجو مارادونا اللي كان مسجل في مسيرته 62 ركلة حرة، وعلى بعد خطوة واحدة من تحطيم رقم الاسطورة البرازيلية رونالدينهو اللي مسجل 66 ركلة حرة. يعني الفارق بينه وبين البرغوث هدف واحد فقط. وكذلك كريستيانو رونالدو اللي كسر رقم البرازيلي مارسيليانو كاريوكا اللي مسجل 59 ركلة حرة. طيب لو جينا نعمل مقارنة ما بين ليونيل ميسي وجميع اهدافه مع نادي برشلونة وباريس سان جيرمان من ركلات حرة، وجميع اهداف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد من ركلات حرة، ونشوف مين الافضل. ونبدأ بليونيل ميسي اللي مسجل 50 هدف مع نادي برشلونة من ركلات حرة من عام 2008 حتى 2021، وهدفين مع باريس سان جيرمان وهدفين مع نادي انتر ميامي. اما كريستيانو رونالدو سجل مع النادي الملك 32 ركلة حرة خلال الفترة اللي لعبها داخل النادي، بالاضافة ل 14 ركلة حرة مع مانشستر يونايتد وركلة حرة مع يوفنتوس وركلة مع النصر السعودي. يعني اللي يسجل 54 ركلة حرة مع الأندية، ورونالدو سجل 48 ركلة حرة مع الأندية. اما مع المنتخب سجل ميسي 11 ركلة حرة مع منتخب الارجنتين، اخرهم كان في تصفيات كاس العالم 2026 واللي فاز فيها منتخب الارجنتين على الاكوادور بهدف الليو. اما رونالدو متفوق على ميسي في عدد الاهداف اللي سجلها مع المنتخب من ركلات حرة بتسجيله 13 هدف. ولكن تعالوا كده نشوف ترتيب اللعيبة الاكثر تسجيلا للركلات الحرة في التاريخ، وهم البرازيلي جونينيو برومبوكانو صاحب 77 هدف، والجوهرة السوداء الاسطورة بيليه 70 هدف، والارجنتيني فيكتور 66 هدف، والساحر رونالدينيو 66 هدف، والانجليزي ديفيد بيكهام 65 هدف، والبرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي 65 هدف، واسطورة منتخب الارجنتين دييغو مارادونا 62 هدف، والبرازيلي زيكو 62 هدف، والبرازيلي رونالدو كومان 60 هدف، والعملاق البرتغالي كريستيانو رونالدو 60 هدف، والبرازيلي مارسيلينيو كاريوكا 59 هدف، واخيرا روجيليو سيني 59 هدف. وبرغم احتلال ميسي ورونالدو مراكز متأخرة في قائمة اللعيبة الأكثر تسجيلا للركلات الحرة، ولكن هذا الثنائي حطم أرقام قياسية عجز عنها أساطير في عالم كرة القدم، وسيظل هذا الثنائي الأفضل في تاريخ كرة القدم. وبكده يبقى انتهت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم. على مدار 15 سنة كاملين شفنا في الملاعب الأوروبية منافسة مشتعلة بين أسطورتين متربعين على عرش كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب الأفضل في التاريخ. ومهما اختلفت الآراء على من هو الأفضل في التاريخ سواء رونالدو أو ميسي أو حتى اسم آخر، ولكن بلا شك إن اسم الثنائي سيظل مخلد في عالم الساحرة المستديرة.
وبعد سنوات من الصراع في الملاعب الأوروبية قرر كريستيانو والليو مغادرة الملاعب الأوروبية، وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في يناير 2023 وليونيل ميسي إلى انتر ميامي الأمريكي. وبرغم ابتعادهم عن أوروبا ولكن ما زال أرقامهم وإنجازاتهم محفورة في تاريخ كرة القدم، والمنافسة بين رونالدو وميسي مش داخل الملعب فقط بل وفي الإنجازات كمان، وعشان كده هيسعى صاروخ ماديرا للفوز بأكبر عدد من البطولات لتخطي رقم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي أصبح أكتر لاعب فايز ببطولات في تاريخ كرة القدم، وبعد فوزه بلقب كأس الدوريات مع نادي انتر ميامي الأمريكي عشان يبقى وصل للبطولة رقم 44. وكسر ميسي بهذا اللقب رقم أسطورة منتخب البرازيل داني ألفيش صاحب ال 43 بطولة طول مسيرته. يعني داني ألفيش تاني أكتر لاعب فايز ببطولات في التاريخ، ولكن لا يوجد في قائمة ال10 لاعبين الأكثر تتويجا بالبطولات حاليا سوى لاعبين فقط بعد ليونيل ميسي، وهم النجم الأسباني إنيستا صاحب ال 37 لقب واللي بيلعب حاليا في نادي الإمارات اللي بعيد تماما عن المنافسة، والعملاق البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال 35 لقب واللي بيلعب في نادي النصر السعودي. ويعتبر رونالدو المنافس الأقرب لميسي على الرغم من إن الفارق 10 بطولات، ولذلك يحتاج رونالدو إن ميسي يتوقف عن الفوز ببطولات سواء مع انتر ميامي أو حتى منتخب الأرجنتين. ولكن زي ما ميسي متصدر قائمة اللعيبة الأعلى تتويجا بالبطولات، كريستيانو رونالدو محطم أرقام قياسية زي إنه الهداف التاريخي لكرة القدم ب 835 هدف، وزي ما رونالدو في المركز الثالث في قائمة البطولات، ليونيل ميسي في المركز الثالث في قائمة الهداف التاريخي لكرة القدم. ويأتي في المركز الثاني بعد رونالدو النمساوي جوزيف فيكان ب 805 هدف، والفرق بينه وبين ليونيل ميسي هدفين فقط بعد تسجيل ميسي 803 هدف. وطبعا اللي ما زال مستمر في التألق في أرض الملعب، وطبيعي إنه هيسجل أكتر من هدفين ويكسر رقم جوزيف فيكان، ولكن من الصعب تخطي رقم كريستيانو خصوصا إنه ما زال مستمر في التألق مع النصر السعودي. وفي كل مباراة بنشوف أهداف جديدة، والأرقام والإنجازات اللي اتكلمت عنها هي اللي جعلت هذا الثنائي الأفضل في التاريخ. طيب ننتقل لجائزة أفضل لاعب في أوروبا اللي بيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب ومدرب عن الموسم الماضي، وخطف النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد فوزه بالثلاثية مع مان سيتي. الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والبطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا، وسجل 52 هدف منهم 36 هدف في الدوري الإنجليزي عشان يكسر رقم قياسي جديد كأكتر عدد أهداف تم تسجيلها في موسم واحد، بالإضافة لفوزه بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي. وعلى الجانب الآخر فاز المخضرم بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا بعد فوزه بالثلاثية مع مانشستر سيتي، وحقق جوارديولا لقب الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، يعني يستحق جائزة أفضل مدرب في أوروبا وبدون منافس. وبكده يبقى انتهت حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم. صراع الكرة الذهبية 2023 المرشح لها 30 لاعب، والمفاجأة خروج أعظم من حصد هذا اللقب، وأضافت القائمة 30 لاعب وكان أبرزهم الحاصل على اللقب 7 مرات ليونيل ميسي اللي داخل في منافسة قوية مع ايرلينج هالاند، ده غير استبعاد 8 نجوم من القائمة. حاجات كتير هنتكلم عنها في حلقة النهاردة واللعيبة المرشحة للفوز بالكرة الذهبية. ركز معايا ويلا نبدأ. لو هنتكلم عن ليونيل ميسي وانه يستحق الفوز بالكرة الذهبية ولا لا، هنلاقي انه يستحق الفوز ولكذا سبب. اولا تألق ميسي في كاس العالم وتسجيله 7 اهداف، زائد ان كان بينه وبين كيليان امبابي هداف البطولة هدف واحد فقط، زائد ان ليوه اصبح اول لاعب في تاريخ كاس العالم يسجل في دور المجموعات ودور ال16 وربع النهائي ونص النهائي والنهائي في نفس البطولة. ونجح ميسي في تحويل البداية السيئة لمنتخب الارجنتين وخسارته من المنتخب السعودي 2-1 الى انجاز تاريخي بوصوله الى النهائي تتويج بالبطولة على حساب منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، وده لوحده السبب كافي يخلي ميسي مرشح للفوز بالكرة الذهبية وبقوة. ولكن المنافسة ضد هالاند مش هتكون سهلة، خصوصا ان الوحش النرويجي عمل موسم استثنائي مع مانشستر سيتي، وهو المرشح بقوة لخطف الكرة الذهبية من ليونيل ميسي بتحطيم ارقام قياسية في الدوري الانجليزي الاكبر عدد اهداف تم تسجيلها في موسم واحد بتسجيله 36 هدف بجانب 12 هدف في دوري ابطال اوروبا
رونالدو وتتويجه مع المان سيتي بالدوري الانجليزي وكاس الاتحاد الانجليزي، دوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخ النادي، وكاس السوبر الاوروبي، زائد انه هداف الدوري الانجليزي وهداف دوري ابطال اوروبا. يعني باختصار هالاند سيطر على جميع الجوائز الفرديه الموسم الماضي. ولكن الفرصه الاكبر للفوز بالكره الذهبيه هتكون لليونيل ميسي، وده طبعا بعد فوزه بكاس العالم. وطبعا انك تفوز بكاس العالم ده بيديك فرصه كبيره للفوز بالكره الذهبيه، وشفنا ده مع الاسطوره الفرنسيه زين الدين زيدان اللي بعد فوزه بكاس العالم مع منتخب فرنسا حصل على الكره الذهبيه. وكذلك الظاهره رونالدو بعد تتويجه بالمونديال مع منتخب البرازيل فاز بالكره الذهبيه. ولكن من هنا نروح لنقطه لازم اتكلم عليها، وهي لماذا استبعد كريستيانو رونالدو ونيمار من القائمه المرشحه للفوز بالكره الذهبيه. لو هنتكلم عن رونالدو برغم تألقه مع النصر السعودي منذ انتقاله، ولكن فرنسا فوتبول اهتمامها كله بيبقى باللعيبه اللي في الدوريات الاوروبيه، والاول مره يفشل رونالدو للانضمام لقائمه الكره الذهبيه والمنافسه عليها من عام 2003. اما نيمار كان لازم اسمه يكون موجود في القائمه المختصره للكره الذهبيه، ولكن استبعاده ما كانش مفاجئ، والسبب عدم مشاركته بشكل اساسي بسبب الاصابات، زائد انتقاله الى الهلال السعودي وتركه للملاعب الاوروبيه. وعشان كده خرج رونالدو ونيمار من قائمه الكره الذهبيه. وده كان تحليل شامل عن صراع الكره الذهبيه 2023. وبكده يبقى انتهت حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.